زيارة نقدر نقول موضوعاتية، خصصت أساسا للاستثمارات المتعلقة بالجانب الفلاحي في الشق المتعلق بالصناعات التحويلية. كانت عندنا جولة ابتدأناها من مجانا وانتهينا بها على مستوى عين تهرود. اكتشفنا هناك أن ولاية بلباريج عكس ما يعتقد البعض حقيقة هي ولاية صناعية بامتياز، ولكن تتوفر كذلك على وحدات إنتاجية في مجال الصناعات التحويلية الفلاحية، والتي تشكل قاعدة نقدر نقول تسويقية توفر تهيمن على نسبة عالية من تموين السوق الوطني. اكتشفنا وحدات هامة في مجال الحليب، في مجال الأجبان، وكذلك في مجال تهيئة الخضروات والفواكه منتشرة عبر مختلف ربوع الولاية. اليوم كذلك نحن موجودين في وحدة هامة وهامة جدا تتمثل في توزيع اللحوم الحمراء وحتى البيضاء، وعندها توزع على كافة يعني ولايات الشرق الجزائري. وتلاحظون أن هناك وفرة للحوم الحمراء سواء المحلية أو في إطار الشراكة مع الحكومة في إطار الاستيراد الموجه لتوفير هذه مادة اللحوم الحمراء بمناسبة شهر رمضان. على مستوى ولاية بلباريج بدأت المبادرة أن هناك على مستوى الأسواق أن هناك مادة من اللحوم سواء البيضاء أو الحمراء بأسعار مدعمة وفي متناول الجميع. نقدر نقول باللي ولاية بلباريج في إطار التوازن الاقتصادي نتاعها راح تأخذ ديناميكية أخرى في مجال الاقتصاد الفلاحي، خاصة من أجل توفير بعض المواد الأساسية اللي هي ضرورية للعائلة الجزائرية وضرورية كذلك للاقتصاد الوطني. نوعية المشاكل اللي طرحوها المستثمرين أمس واليوم والله يعني هي بعض الصعوبات اللي طرحوها، وحنا هذا هو الهدف من الزيارة تاعنا. هي في الحقيقة لا أخفي عليكم سرا أنه 3 شهور لور خدمنا بمقاربة إدارية، حاولنا أننا كما يقولوا نختبر الآليات والإجراءات والقرارات اللي خدمناها، حبينا نختبروها في الميدان، هل مدة الفعالية نتاعها ولا ما زلنا إداريا ان ديكالاج ما بين الإجراءات الإدارية والواقع في الميدان. حقيقة سجلنا خطوات إيجابية في هذا المجال بجانب حل بعض العراقيل، ولكن كذلك ما زالت هناك بعض الصعوبات لبعض المستثمرين، أساسا لربما ذلك التكامل وفهم الجوانب الإجرائية بين مختلف المصالح، وكذلك اختلاف درجات كما يقولوا لا رياكسيون دو سيرتان سيرفيس. نحن نعمل على جبهتين، جانب يعني التحسيس والتذكير بأهمية الفعل الاقتصادي من جانب الاستثمار الخاص، واللي لازم هو اللي يتغلب على الجانب الإداري اللي كنا نشتغل فيه فيما مضى. ولكن يبدو أن المقاربة بدأت يعني تعطي ثمارها. نحن موجودين مع أحد المستثمرين اللي قدر يحل عدة صعوبات، وما زالت هناك صعوبات أخرى، وهدف وجودنا ميدانيا هو لهذا الجانب. وكذلك جئت أنا والفريق نتاعي تاع الهيئة التنفيذية، حتى زملائي في الهيئة التنفيذية يعرفوا باللي التعامل مع ملف تاع مستثمر خاص هو لابد يكون عنده تعامل ذو خصوصية، لأنه عنده مرجعية اقتصادية استثماراتية وليس مجرد ملف فيه أوراق وهكذا. ويبدو أن هذه الثقافة في التفاعل الإيجابي مع هذه الأمور بدأت تعطي أكلها على مستوى ولايته. سيد الولي، برك على الأسعار، برك التحكم في بالنسبة في الأسعار في اللحوم، أسعار اللحوم في والله اللحوم الحمراء والبيضاء على مستوى البرج أنا تفاجأت البارح باللي هناك مبادرات هامة وهامة جدا في اللحوم البيضاء وفي اللحوم الحمراء. ما عليكم تتسوقوا داخل المدينة وستجدون أن هناك لحوم بيضاء وحمراء بمواصفات يعني جيدة جدا وبأسعار يعني منخفضة
ومنخفضة جدا. بالطبع هناك أسعار، ولكن هناك مادة بالقدر الكافي متوفرة على مستوى السوق بأسعار منخفضة، وإحنا موجودين مع متعامل وين حبط الأسعار بطريقة يعني ارتيكل سينيفيكاتيف. وبموازاة هذا في إطار الإجراءات نتاع الحكومة هناك شبكة من تسوقية يعني اللي راح تكون في متناول العائلة البرايجية وحتى العائلة الجزائرية. جو لونس ان ميساج باسي دو بيبيا، نقول باللي نحن موجودين على مركز جهوي بالبرج متخصص في توزيع اللحوم الحمراء جهويا على مستوى الشرق الجزائري، وعاينت للتو ان هناك ماده يعني الوفره وكذلك باسعار معقوله ومعقوله جدا. وهكذا نقول باللي منهجيه المقاربه السلطات العموميه هي راهي موجوده في الميدان، ومع العائله الجزائريه ان تصوم سيدنا رمضان في مزيد من الاطمئنان والسكينه. شكرا.